السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. يبدو أننا مش هنخلص من حرامية البطولات أو من صداع جماهير حرامية البطولات. وهنا أنا بقصد الوداد الرياضي المغربي أو وداد كازابلانكا، الفريق اللي ما بيعرفش يلعب في عوامل طبيعية، ما يعرفش يلعب والدنيا بيس كده، الدنيا مفيش أي عوامل مساعدة. إما حكم مرتشي زي بكاري جسامة في بطولة 2017 واللي تغاضى عن ركلة جزاء واضحة وصريحة لوليد أزارو، وفاول في نص الملعب تترد بهدف لبن شرقي برضه يتغاضى عنها ويعمل من بنها. وده كان بيبين ان هو لو هتعمل ايه، لو هتجيب جون انت يا اهلي ومش مش هيتحسب. ولا البطولة اللي فاتت بنفوذ فوزي لقجع اللي جاب لهم نهائي متفصل تفصيل على قد الوداد، وزي ما يكون بيقول له خد بطولة. اكمل بجاحة دلوقتي، واللي يقولك واخد منك بطولتين على ظهرك رد عليه وحط صوابعك الاتنين في عينيه وقول له لا، انت ما خدتش مني بطولة، انت ما بتعرفش تلعب داخل الملعب.